هنتكلم النهارده عن 7 حاجات حرام الناس بتعملهم دايمًا وعاملين مش واخدين بالهم، اللي هو إيه، أنا حاسس إنها حرام بس من اللي هو أنا إيه، لأ مش واخد بالي، أنت المفروض أصلًا قبل ما تعمل أي حاجة تتحرّى في الموضوع ده وتعرف هو حرام والّا لأ، عشان ما يكونش عليك ذنب أو إثم. وأول حاجة هي الإيمان بالأبراج، مش اللي بيؤمن بالأبراج بس، حتى اللي بيقرأ في الأبراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث إن الإيمان بالأبراج ده حرام، والبرج ده اللي هو إيه، بيقول مثلًا أنت لو في شهر 7 فأنت كمان 5 سنين بتبقى غني، أو لمّا بتوصل مش عارف إيه، ودي كلها حاجات بتكون في علم الغيب، ولا يعلم غيب إلا الله. وتاني حاجة متكررة جدًا الأيام دي هي إظهار عورة الرجل، هي عورة الرجل أصلًا بتكون من السرة للركبة، حتى ما ينفعش تظهرها على راجل زيك، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي بتكون عورة الرجل. وتالت حاجة هي قراءة الفنجان، حتى لو في سبيل هزار، يعني أنت لو قاعد مع واحد صاحبك كده وهاقرأ لك الفنجان وبهزار وكده، ده يعتبر دجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النقطة دي. ورابع حاجة هي الحلفان بغير الله، حتى لو من غير اسم من أسماءه أو صفة من صفاته، اسم من أسماءه اللي هي أسماء الله الحسنى، وصفة من صفاته زي الصفات اللي ذُكرت في القرآن كلها، فأنت ما ينفعش تحلف بغير الله زي والنبي والكعبة والمصحف، الحاجات دي كلها حرام، خلّي بالك من النُقط دي. خامس حاجة هي الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة بمعنى إيه؟ يكون واحد كده أنت واحد صاحبي أهو باقول لك إيه، الواد محمد ده مش عارف بيعمل إيه وإيه، فاهم الحاجات دي حرام أصلًا، الغيبة والنميمة منتشرة جدًا الفترة دي بشكل كبير جدًا، أنت بتتكلم عن حد سواء بسوء أو سواء حتى مش بتتكلم بسوء وكده، هو مش موجود معاك، دي غيبة ونميمة. وسادس حاجة بقى هي عدم الطمأنينة في الصلاة، يعني إيه عدم الطمأنينة في الصلاة؟ الناس دلوقتي والأغلبية مثلًا دلوقتي بالنسبة له الصلاة دي فرض، يعني هي مثلًا صلاة الفجر أهو فرض عليّا بس، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يغني مش بيصلي فاهم، سمع الله لمن الصلاة بتخلص في أقل من دقيقة، وأصلًا ركن من أركان إتمام الصلاة الطمأنينة، أنت لازم تكون بتصلي كده بطمأنينة ومتطمن كده في الصلاة، مش اللي أنت خلاص عايز تخلّص عشان تشوف إيه اللي وراك وعايز فاهم، ده كده حرام. وآخر حاجة اللي هي سابع حاجة للأسف هي سَب الدين، للأسف سَب الدين منتشر جدًا الفترة دي، أي خناقة أو أي كلام أو حتى في الهزار بتلاقي سَب دين على طول كده، فمتخيل الدين اللي أجدادنا والرسل والأنبياء وكل الناس، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء حضروا كام غزوة وكام معركة عشان ينشروا الدين ده ويوصل لك الإسلام، وأنت في الآخر بتطلع عن الإسلام كده كلمتين كده، 3 كلمات كده جنب بعض بتقولهم بتطلع عن الإسلام على طول. سَب الدين كفر بالله عز وجل، والدال على الخير كفاعله، وكان معاكم معاذ محمود، سلام.